فرنسا، انجلترا، اسرائيل، 3 دول بجيوشهم قرروا يحاربوا بورسعيد، بس اللي حصل وقتها ان المدينه الباسله دفعت عن شرف مصر كلها. بورسعيد بدم ولادها كتبت نهايه الاحتلال البريطاني للابد، وهنا ظهرت المقاومه الشعبيه، شباب، نساء، اطفال، خطفوا مراهوس ودوقوا جيوش الدول العظمى كلها. لقد حمل المستعمر عصاه على كتفيه ورحل. رحل بعد ان تلقن درسا لن ينساه مدى الحياه. لشعبا ثائرا من اجل كرامته وحريته، لشعبا ثائرا من اجل قوميته، ليس من السهل هزيمته. وبعد سنين تهجير وحرب 67 و73 رجعت الروح تاني، رجعت بورسعيد تفتح دراعاتها منطقه حره تجاريه وسياحيه. وهنا بيظهر اسم فرناندو دي ليسيبس الدبلوماسي الفرنسي اللي قدر وقتها انه يقنع الخديوي سعيد باخطر مشروع في الوقت ده، قناه شق الصحراء وتربط البحرين ببعض. وفي سنه 1859 بيبدا الحفر، حفر القناه اللي هتربط بين البحرين. لكن الحقيقه اللي اتحفر ما كانش بس رمله، اللي اتحفر كان دم آلاف المصريين اللي اشتغلوا بالصخرة علشان يحفروا القناة. اللي اتحفر دم أكتر من 1,000,000 فلاح مصري اللي اشتغل بالصخرة من غير أجر، من غير رحمة، عطش، جوع، أمراض. آلاف الموتى كلهم ماتوا بس عشان السفن تعدي. تخيل معايا قناة بتربط العالم كله ببعضه، ملك العدو على أرضه. قناة اتحفرت بدم المصريين، مصر دفعت ثمنها كامل وبقى عليها ديون. وبكده دي ليسيبس هو اللي كسب، ودولة بحالها خسرت كل نقطة دم، خسرت كل حلم، خسرت مكانتها وسط العالم بعد ما كانت هي اللي ربطته ببعضه. هنا بدأ الحفر اللي ربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. من قبل ما يكون في اسم قناة السويس، ومن قبل ما العالم يعرف يعني ايه تجارة عالمية، الفراعنة كانوا أول ناس كان عندهم حلم إنهم يربطوا بين البحرين. تخيل معايا من أكتر من 4000 سنة فاتوا الفراعنة كانوا بيحلموا نفس الحلم، يكونوا عندهم قناة بتربط بين النيل والبحر الأحمر، وبكده يقدروا يعدوا البضايع والسفن من البحر الأبيض للبحر الأحمر. وفعلا الفراعنة قدروا يحفروا قناة اسمها سيزو ستريتس. القناة دي كانت فكرة عبقرية في زمن ما كانش فيه آلات، بس الحلم لسه ما انتهاش. وتعدي قرون وتدخل مصر في مرحلة جديدة، مرحلة الفتح الإسلامي. وهنا بيجي عمرو بن العاص وبيأمر بحفر قناه جديده اسمها قناه امير المؤمنين، وهي فكرتها برضو انها تربط البحر الاحمر بنهر النيل، وبكده يقدروا ينقلوا الغلال من مصر للحجاز بسهوله. وبعد فتره طويله وتحديدا في القرن ال19 العالم بقى اصغر والتجاره بقت اسرع، وحلم اوروبا انها تلاقي طريق مختصر يوصلها بالهند عشان تربط التبادل التجاري بين الشرق والغرب، لانهم كانوا ساعتها بيستخدموا طريق راس الرجاء الصالح، وده كان فيه خطوره كبيره جدا على السفن والبضائع. وبعد 10 سنين من الحفر وتحديدا عام 1869 تخيل معايا افتتاح اسطوري، افتتاح حضروا اباطره وملوك العالم، افتتاح يليق بعظمه ومكانه قناه السويس احتفالا بظهورها الجديد على الخريطه. التاريخ عمره ما كان كتاب مفتوح، التاريخ هو مرايه كل واحد بيشوف فيها وجه مختلف. قناة السويس في مراية التاريخ.